تخيل إن مكان مليان شجر لدرجة إن الشمس نفسها مش قادرة تدخل جواه. مكان لو اختفى البشرية كلها ممكن تتخنق. ده مش فيلم خيال علمي، دي الغابات المطيرة، الرئة الحقيقية لكوكب الأرض. الغابات المطيرة يا صديقي بتغطي حوالي 6% بس من سطح الكوكب، ومع ذلك بتنتج أكتر من 20% من الأكسجين اللي بنتنفسه على كوكب الأرض. وعلشان كده العلماء بيسموها رئة الأرض. المكان ده مش مجرد شجر أخضر، ده عالم تاني خالص، عالم مليان كائنات غريبة، من حشرات سامة لطيور ملونة وحيوانات نادرة مش هتلاقيها في أي مكان تاني. لكن مش بس هتلاقي هناك الحيوانات، التربة هناك غنية جدا، والنباتات اللي بتنمو فيها بتستخدم كأدوية طبيعية. تخيل إن في نباتات في الغابات المطيرة دخلت في صناعة أدوية بتعالج السرطان وأمراض قاتلة كمان. بس بعد كل الكلام الحلو ده في مشكلة، ومشكلة كبيرة كمان، وهي إن البشر بيقطعوا الغابات المطيرة بسرعة مرعبة. مزارع، حرائق، استغلال خشب، والنتيجة آلاف الأنواع من الحيوانات والنباتات مهددة بالانقراض. يعني الغابات المطيرة مش مجرد منظر طبيعي بس، دي خط الدفاع الأول لحياة الكوكب كله، واللي من غيرها هنفقد الأكسجين اللي بنتنفسه، وهتختفي ملايين الكائنات، وكوكبنا فرص الحياة فيها تبقى أقل. لو شايف إن الأرض تستاهل نحافظ عليها، اعمل اشتراك وفعل الجرس علشان جايلك فيديوهات تانية عن أسرار الطبيعة والكون اللي لسه محدش اكتشفها كلها.